3 2 1 بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مستر محمد حسن، والنهاردة فيديو جديد أو تكملة للفيديو اللي فات عن دروب داون ليست. والمثال النهاردة مختلف. النهاردة انت لو عندك في شغلك شيت كبير شغال عليه وعايز تعمل قائمة مساعدة تعتمد على قائمة تانية، بمجرد ما تختار مثلا هنا في المثال HR يظهر لك الجوب تايتل بتاعته او IT او ده مثال بسيط جدا، بس احنا ان شاء الله هنشرح هنا بسهولة عشان تبقى بروفيشنال في الحاجة اللي هتعملها. طيب اول حاجة هنعملها هنا اول حاجة معانا التيبل ده، هنا ال HR والجوب تايتل بتاعته وال IT والسيلز وهكذا. طيب انا عايز دلوقتي اعمل هنا دروب داون ليست فيها ال HR تطلع لنا الجوب تايتل بتاعتها بكل سهولة، او ال IT او ايا كان. هنا هنعمل الدروب داون ليست، هنروح على داتا فاليديشن زي ما احنا عارفين. بعد كده ليست، بعد كده قلنا هنيجي عند السورس وهنختار. انا شلت من هنا التكرار، وان شاء الله هنشرح في فيديوهات تانية ازاي نشيل التكرار. هنختار هنا السورس بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها دروب داون ليست، ومادام الصمم الصغير ده ظهر يبقى احنا كده عملنا الدروب داون ليست بتاعتنا. وادي هنا نختار مثلا HR. طيب الفكرة هنا بقى في ايه؟ الفكرة ان احنا الجوب تايتل عايزين نطلع من هنا من ال HR الجوب تايتل بتاعته ال IT وهكذا وهكذا السيلز. هنعملها ازاي؟ هنروح عادي جدا على داتا. بعد كده اول حاجة هنعملها قبل ما نعمل الدروب داون ليست بتاعتنا، لازم نسمي كل حاجة تحت الحاجة اللي احنا عايزين نحطها او تظهر قدام دروب داون ليست. لازم نغير اسمها ونحطها نغير في النيم بوكس. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني احنا دلوقتي هنعمل كده. اول حاجة نختار مثلا ال HR. هنعمل كوبي، بعد كده هنظلل على الجزء او على الكلام اللي احنا عايزينه يظهر قدامنا، هنظلل عليه. بعد كده نروح على النيم بوكس ونسميه ايا كان. انا هسمي كل حاجة بالمسمى بالتايتل بتاعتها. HR بالجوب تايتل بتاعته هسميه بنفس الاسم. بعد كده كنترول في وحطينا الاسم اهو. انا عشان كنت عامله قبل كده. هنا الاي تي هناخده برضو كوبي. بعد كده هنعلم على الجزء اللي احنا عايزين يظهر قدامه. بعد كده نروح على النيم بوكس ونحط الاي تي، انتر. نفس الكلام سيلز، كنترول سي، وهنعلم على الجزء اللي احنا عايزينه كنترول في. الاسامي تظهر زي ما هي لان انا كنت عاملها قبل كده. طيب احنا هنا هنعمل بقى ازاي نخلي الليست هنا تظهر اوتوماتيك بمجرد ما تختار الديبارتمنت تظهر قدامنا الجوب تايتل بتاعتها. هنروح عادي جدا على داتا، بعد كده داتا فاليديشن، بعد كده هنختار من هنا الليست. السورس بقى هنا هي دي التركاية، هنكتب دالة indirect. ودالة indirect ليها استخدامات كتير وهنشرحها ان شاء الله برضو بعد كده. وهنكتب الدالة، واهم حاجة لما نيجي نكتب الدالة تكون قدامك. يعني ما تكتبهاش وانت مش متأكد من حرف واحد بس فيها، ممكن تبوظ كل حاجة وتضيع في وقتك. كتبنا الدالة وبعد كده هنفتح الأقواس بتاعتنا وهنكتب هنا الخلية أو السلية اللي احنا عملنا فيها دروب داون ليست، وهي اللي هي السلية دي E2. هنكتب هنا E2 ونقفل. بعد كده انتر. بعد كده احنا خدنا بالنا ان الليست ظهرت، وفعلا الجوب تايتل بتاعت ال HR ظهرت معانا. وهنا لو حبينا نغير مثلا IT، وجينا هنا نغير لقينا فعلا IT اتغيرت. داتا اناليست اهي ظهرت، والديفلوبر ظهرت معانا، وهكذا السيلز. كل حاجة موجودة. هو اكونت مانجر. احنا كده عملنا فعلا المطلوب مننا وبكل سهولة. وده مثال بسيط جدا ويخليك بروفيشنال اكتر في شغلك. وتابعوني وان شاء الله هنزل كل جديد.